الزمالك بدأ بإصابة مبكرة لزيزو ونزول متيابة. وإنجاد الزمالك أثناء استحواذ الأهلي كانت بتطبق الضغط في العمق، وده كان بيسيب مساحة لباكات الأهلي يبدأ منها الهجمة. لعيبة الأهلي أثناء استحواذ الزمالك كانت بترتد للخلف تحت الكورة، نفس طريقة كولر في بطولة أفريقيا، وده أدى لاستحواذ الزمالك ولكن بشكل سلبي بدون لعب مباشر على منطقة جزاء الأهلي. متيابة ضغط في العمق ومعلول فاضي تماما. نفس الفكرة، متيابة الوينج جوه دايرة نص الملعب ومعلول بيستلم بأريحية. هنا أهم تفصيلة في المباراة واللي أدت لتفوق الزمالك، وهي سرعة سيف الجزيري. سيف برغم الرقابة من المدافعين الأهلي ولكن كان بيتفوق عليهم في السرعة، ده اللي هنلاحظه في الهدف، وده كان أوبشن الزمالك الوحيد في الهجوم. كرة طويلة لسيف الجزيري رغم الرقابة بيوصل ليها بسرعته. الأهلي في الشوط الثاني بعد تلقي الهدف بيضغط على الزمالك في منطقة جزائه. لاحظ سرعة سيف الجزيري، برغم إنه مراقب كويس من مدافعين الأهلي، الجزيري مش بيهرب من الرقابة ولا بيقطع ورا المدافعين، ببساطة بيسبقهم بسرعته. تغييرات الأهلي بتدل على اعتراف كولر بخطأه في التشكيل اللي بدأ بيه المباراة. ليه ملعبش بوسام أو كهربا من الأول؟ موديست مجاش المباراة. ليه ما بدأتش بالسولية زي نهائي الكاس وتسيب التفوق لنص ملعب الزمالك اللي فعلا فرق فيه مروان عطية وبان تأثيره على أداء الأهلي؟
أما تغييرات الزمالك معظمها بسبب المجهود والإرهاق، وبالتالي ضعف في نص ملعبهم.